قافلة الهدى الدعوية. هذا فضل الله عز وجل أحبتي. أنا سأعلق بعض التعليقات على ما قاله الشيخ جزاه الله خير وعلى قراءة أخي ماجد جزاه الله خير. لو تأتي الآن لطفل عمره 3 سنوات وتعطيه حلاوة مصاص في يدك ويدك الثانية فيها شيك ب10 مليار، تقول له أختر، شو بياخذ؟ أنا أحب الحلاوة. طيب هل الحلاوة أغلى من الشيك؟ لا. طيب أجل ليش يختار الأقل؟ لأنه ما يعرف. بيض الله وجهه. لأنه ما يعرف. هذا يا جماعة ترى حال أكثرنا مع القرآن، هو لأنه ما يفهم. هذا حالنا يا جماعة. المسكين أول واحد إنه ما يحس القرآن لا طعم. الله سبحانه وتعالى يحسس هذا الطعم لمن يحب. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يحب. اللي ما يعرف طعم القرآن ما يحس إنه يعني صح. إذا سألت القرآن هذا شو رأيك فيه؟ قال هذا أعظم كتاب، أحسن شيء في العالم، وانتبه ترى هذا كتاب الله. لكن في قلبه والله شيء ثاني تماما. لأنه أصلا يمسك القرآن يقعد ينتظر الإقامة ولا وده يخلص صفحات، بس ما هو بحاس إنه في شيء يتلذذ فيه من أعماق قلبه. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذا المشهد حق الطفل اللي ياخذ حلاوة مصاص ويترك الشيك اللي 5 مليار و10 مليار. يقول الله سبحانه وتعالى: بل أكثرنا. يعني الله يقول أكثر. الله شاف قلوبنا كلها يقول أكثر. وش فينا يا ربي أكثرنا؟ ما قال نصفهم. بل أكثرهم لا يعلمون. ما قال الشيخ هو يقول أنا ما يعرف، معتوه طفل ما يعرف قيمة الشيء فأخذ هذا. ذلك مبلغهم من العلم. فصل له تشرح له في النهاية يقول لك أبغى حلاوة. ذلك مبلغهم من العلم. والله يقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق. ما عرف طعم الأشياء على حقيقتها. وش النتيجة يوم ما عرف؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. عشان كذا تلقاه يوميا يقرأ جرايد لأنه فاهم وش معنى الخبر هذا اللي يقرأ. مع أن الخبر هذا ممكن كذب، ممكن كلام فاضي، لأن نقول كلام جرايد. لكن الكلام الحق لا تلوموه يا جماعة، لا تلومونه. أكثرنا ما هو عارف، ما لقى طعم القرآن. تعال الحين عندنا مرضى في المستشفى أحبتي الغذاء حقه يأخذ عن طريق الأنف، أنبوب من الأنف يصبون فيه التمريض، يصبون في الأنبوب هذا ويروح للمعدة مباشرة، ما يوصل للسان. فتحط له ملح، تحط له عسل، تحط له حالي، مالح، حامض، ما يدري أصلا هو. أكثرنا وضع كذا مع القرآن وما هو بحاسب شيء. طيب يا أحبتي الآن إذا كان أداة الوصول للطعم هي اللسان، يعني أنا عشان أفرق هذا حالي وهذا حامض، هذا أزجه وهذا أبدع وهذا أحبه وهذا أبغى منه زيادة وهذا أقول لا جزاك الله خير، خلاص لازم يمر على اللسان عشان يعرف يفرق بين طعم وطعم، صح؟ إيش اللي يحس طيب بالقرآن؟ وش الشيء اللي مكان اللسان مع القرآن؟ الأغذية يذوقها ويوصل إليها اللسان. طيب الأشياء اللي نسمعها ونقراها وش اللي يوصل له؟ القلب. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم كلمة كبيرة أم. يقول ممكن ترى ما تحس بشيء، بس تدري ليش ما تحس بشيء؟ أم على قلوب أقفالها. لسان مقفلة مغلفة بلاستيك. لا تلوموا إذا ما عرف هذا عسل وهذا حامض وهذا مالح. هذا حالة يا جماعة. أسأل الله يفتح القلوب. عشان كذا أعظم دعوة دعاها النبي عليه الصلاة والسلام. لو تفتح الآن السنة كلها والسيرة كلها وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها ما تلقى في حديث واحد فيه دعاء مثل هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قدم مقدمة: اللهم إني عبدك. شوف دعاء طويل عليه يبغى يسأل قضية، لكن يعرف عليه الصلاة والسلام وش قدر الأشياء. نسأل الله أن يعرفنا ما عرفنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبد، ابن عبد، أنا عبد، ولدي ووالدي عبد، ابن أمتك وأمي أمانك، كل البيت فقراء لك.
ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أو أمرض، أموت، قطع، هم، غم، ما كلها في يدك. عدل في قضاء، والله كل ما كتبت عليه إنه عدل، وأنا لو أخذتني بكل ذنب والله استاهل أكثر. قال عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك. يعني يسأل الله بأسماءه كلها، اللي في القرآن لا، اللي في السنة لا، بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسألك بالأسماء اللي علمتنا إياها واللي ما علمتنا إياها واللي سمعت. طيب وش تبغى يا رسول الله بعد كل هالدعاء الطويل العريض؟ ما يبغى له شيء واحد بس، لكن هالشيء الواحد هذا يكفيه يعيشه أسعد واحد فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، والله يجعله لا يخاف لا يحزن، أسعد مخلوق. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. يقول بس يا رب وصله، أقرأه وأسمع بس وصله. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. كل هذا يسويها القرآن، أقسم بالله يسوي أكثر. عشان كذا الله عز وجل لما أراد أن يمتن مثل ما قال الشيخ من شوي، يقول أن القرآن أعظم نعمة. وين الدليل في القرآن؟ يقول الله سبحانه وتعالى أولم يكفيهم. شوف حبيبي الغالي، الآن الله يقول لك ولي، يقول ما يكفيك. أكيد الآن بيذكر نعمة أعظم شيء في الدنيا. أنت الآن لو تعطيني مليون، هم تعطيني 10 مليار، هم تعطيني 10، هم تعطيني ريال، هم تعطيني 20. إذا بغيت تقول لي ما يكفيك، إيش تقول أي واحدة منهم؟ ها؟ إيش تقول ما يكفيك إني أعطيتك أي واحدة؟ ها؟ تختار الأعظم صح؟ تقول ما يكفيك، ما تقول ما يكفيك إني أعطيك ريال، تقول ما يكفيك إني أعطيك 10 مليار صح؟ طيب الله جل جلاله يقول في القرآن أولا يكفيهم، ما قال أن شقينا أسماعهم وأبصارهم وحركناهم وغيرهم معاق وجعلنا لهم كلى وغيرهم يغسل. لا، في نعمة أعظم من هذا. لو أنك تغسل كلى وتحبي ما تقدر تتحرك، يغسلونك ينظفونك، وعندك القلب في جهاز منظم ضربات، والعين ما تشوف، والأذن مركب فيها سماعات، وكل الأعضاء عندك فاشلة، وعلى جهاز أكسجين، وعلى كل هذه أخذها منك الله ثم أعطاك النعمة هذه لحالها، تكفيك أن تكون أسعد خلق الله فوق أرضه، وفي قبرك تحت أسعد واحد أحسن من الملوك اللي فوق الأرض، وأسعد واحد يوم العرض. أقسم بالله بس بهالنعمة. إيش هي النعمة دي؟ ها؟ أولم يكفيهم. أدري أن أكثرنا بيسمعها الحين بيقول أحسن من شيء أعظم. لا، لأنك أنت ما تدري. أنت وأنا زي الطفل اللي خذ حلاوة مصاص، مو لأن الشيء رخيص، لا، لأن احنا ما احنا عارفين وش الزين وش الشيء. واضح أحبتي؟ أنا بقول النعمة الآن، لكن أكثرنا ما هو حاس فيها لأن ما قد أطعمها ومعذور. لكن أسأل الله أن لا يموتني وإياك وإنما حسينا الطعم. أعظم نعمة الله سبحانه. يا جماعة من اللي يعلم الله خلقك؟ من اللي يعلم أحسن شيء لك؟ ألا يعلم من خلق يا جماعة؟ هو يعلم وش أحسن شيء لك سواء تبته ولا ما تبته، لكن يقول لك والله العظيم ما في نعمة فوق أرض الله عز وجل أعظم من هذه النعمة. شو هذه النعمة؟ تدبر القرآن. الله أكبر. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. بعضنا يقول إيه بس كذا؟ أسأل الله لا يموتك، يموتني ثم ندوق أحسن طعم في الدنيا. أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك، لما تبحث إن في ذلك لرحمة. إذا ما تحسها وأنت تتعرض للقرآن وتسمع وتقرأ، ترى بعد مقفل في شيء مقفل، ادعى الله ما يفتحه. إذا فتحها بتعرف وش بعد يقولها المسكين هذا. إن